فأر القرية. أراد فأر الحقل أن يكرم صديقه فأر المدينة، فدعاه إلى تناول الغداء معه في الريف، فقبل دعوته بسرور وتوجه إلى منزل صديقه وهذا في الريف. وكم كانت دهشته عظيمة عندما وجد أن الطعام لم يتجاوز بضع حبات من الشعير والذرة الفاسدة. عندها تطلع إلى صديقه وقال: ما هذه الحياة التي تحياها في هذه الربوع؟ إني أرى أنها لا تختلف كثيرا عن حياة النمل. يجب أن ترافقني إلى المدينة فترى حياتي وما فيها من أطعمة متنوعة، وإنني أحرضك على ترك الريف والرحيل إلى المدينة. ولا تخف، فلدي كثير من الأطعمة والفواكه، وعندي منازل عديدة أقيم كل ليلة في واحدة منها. وقبل الفأر الريف هذه الدعوة، فغادر منزله ورافق صديقه للإقامة في المدينة. ولما وصل أخذ فأر المدينة يعرض أمام صديقه ما لذ وطاب من أصناف المأكولات، فقد كان هناك كثير من الخبز واللبن والعسل والفاكهة مما أثار شهية الفأر الحقل ودفعه إلى تهنئة صديقه على هذا الترف. وأخذ يتحسر على حياته الضائعة سدا في الريف. ثم حان وقت الطعام، فتوجه إلى مخزن المؤونة وأخذ يقلمان ما طاب لهما من لذيذ الطعام. وفجأة فتح باب الغرفة ودخل قط كبير ففر منه، واختفيا في بيت من بيوتهما. ولما تكرر هذا الإزعاج اشتد خوف الفأر الريف وكره حياة المدينة، فنظر إلى صديقه وقال ساخرا: يا صديقي، لقد قررت العودة إلى بيتي في الريف. إني لا أرضى بالبذخ والترف مع الخوف والرعب. وانصرف.